يا بلال الدين كبر كبر، الله أكبر الله الله أكبر، وبحمد الله كبر كبر يا بلال أكبر الله الله أكبر، يا بلال الدين كبر كبر، الله أكبر الله الله أكبر، وبحمد الله كبر كبر يا بلال أكبر الله الله أكبر. الإسلام هو الدين الوحيد المتكامل، عقيدة ومعاملات وعبادات وأحكام وشعائر. انت ممكن تجيب واحد بنى دولة، مش النبي أول واحد يبني دولة، واحد عادي بس لم يدعي ان هو نبي. هنا في فرق بقى. الله سبحانه وتعالى سمح لملوك تبني دول، ابني دولة زي ما انت عايز، لكن لم يسمح لأحد يدعي أنه نبي ويقول أنا يأتيني الوحي من السماء ويتركه، لأن ده يتنافى مع عبد ربنا. لا يستوي أبدا مع رحمة ربنا إن يأتي رجل يقول أنا نبي، وبعدين ربنا يخلي ملكه يثبت. إزاي؟ ده ظلم من ربنا، حاشا لله. حاشا لله، مش كده ولا إيه؟ فلا يمكن من يدعي النبوة ويتقول على الله ويكذب على الله ان ربنا يقول له ملكك اهو، خدت بالك، ملكك اهو، يمكن الملك بتاعه ابدا، ويموت سيد مطاعم وتحكم شريعته 1000 سنة وما زال الى الان يطيعه مليار مسلم، يصوم اذا قال صوموا ويصلي اذا قال صلوا ويحج اذا قال حجوا. لا يمكن ابدا هذا التمثيل في قلوب الناس مع غياب الدولة الإسلامية إلا أن يكون هذا الرجل نبي من عند المولى سبحانه وتعالى. أقول أكثر من مليار ونص أو 2 مليار، قول يعني في أطفال وفي ناس مرضى وكذا، نقول على الذي يطيع، الذي يطبق الدين في بيته، المسلمين. إذن يا أستاذ يا محترم، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبي فإن الله ظالم، لأن الله مكن له ولم يمكن لنبي أبدا غير محمد صلى الله عليه وسلم من أن يكون نبي يقول أنا نبي وله كتاب وله شريعة وله منهج وله دولة، مش موجودة أبدا. ودي أكبر دلالة على نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان لم يبني دولة، سليمان حكم بني إسرائيل، بينما الإسلام بنى دولة. ما معنى كلمة دولة؟ اختلاط الأجناس والأعراق فيها يخضعوا لملك واحد. سليمان لم يحكم إلا بني إسرائيل، مش كده ليه؟ إنما النبي الوحيد الذي بنى دولة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وحكمت بعد موته أيضا، فكان يحكم الفارسي ويحكم العربي ويحكم المغربي البربري ويحكم أيضا التركي، وكلهم يحكموا بمنهج واحد، ومنهج لا إله إلا محمد رسول الله. أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم جاء في أمة لم يكن لها حضارة صادقة، وما ينفعش يجي في مصر عشان ما نقولش ان الإسلام امتداد للحضارة المصرية، وما ينفعش يجي في الهند حتى يقال ان الإسلام امتداد للحضارة الهندية، ولا يمكن يأتي في الصين حتى لا يقول أحد ان الإسلام امتداد للحضارة الصينية، ودي كانت دي احدى اكبر 3 حضارات على وجه الارض. جاء الإسلام في بيئة بدوية حتى يؤكد أنه لا يوجد فضل، وأكرر مرة أخرى الإسلام جاء لازم، ودي من حكمة ربنا، جاء في وسط بيئة قاحلة عربية حتى لا تدعي أي حضارة أن لها الفضل على الإسلام، فجاء الإسلام متميز لأن الإسلام دين ومنهج سماوي ولا علاقة له بالحضارات الأرضية. فهذا يؤكد أن الإسلام نشأ من بدايته مرتبط بالسماء، وكل منهج الكتاب نرى أن الله سبحانه وتعالى مباشرة يرعى الرسالة ويقوم المنهج دائما باتصال مباشر، حتى مكن له الله سبحانه وتعالى فأقام دولة من الأندلس حتى الصين يحكمها رجل واحد مسلم بعقيدة واحدة لا تختلف فيها اثنين، أن هناك كتاب اسمه القرآن، وأن هناك نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الشريعة واحدة، وأن الحدود واحدة متكاملة. هل يمكن أو يعقل أن الله سبحانه وتعالى يتساوى مع رحمته وعدله أن يترك رجل كذاب
يصل ملكه إلى هذا الحد؟ مستحيل. أولا الإسلام غير مسؤول عن واقع ما أوجدوش، يعني الإسلام مش هو سبب تخلف الدول العربية أو الدول الإسلامية، فكيف تحاكم الإسلام على واقع لم يوجده الإسلام؟ مش كده ولا إيه؟ الإسلام أزيل وحصل انتكاسة عسكرية وانتكاسة اقتصادية، وده لابتعاد المجتمع المسلم وكنقطة أولى، وكذلك العمل الخارجي من احتلالات ويعني مؤامرات ضد المسلمين. فلما أزيل الإسلام اللي شايفين الآن نتيجة هذا الأمر، نتيجة انهيار عسكري، نتيجة احتلال ومؤامرات، فأصبح الآن في تخلف. إنما الإسلام يأنف أن يكون في ذيل الأمم، ولذلك كيف يعني تسأل الإسلام عن واقع ما مش هو السبب فيه؟ فالإسلام بنى حضارة تراها في الأندلس، حينما كان العرب في الأندلس من يخرج من قرطبة إلى أول بلد مجاورة يرى التقدم، وما زالت إلى الآن يوجد في الأندلس ما بناه المسلمون من حضارة كان يرى التخلف في الناحية الأخرى حين كانت تحكم الكنيسة. فالإسلام الآن غير مسؤول على الانهيار الاقتصادي لأنه لم يحكم، الإسلام غير مسؤول على التردي السياسي لأن الإسلام لا يحكم، الإسلام غير مسؤول على الفساد السياسي والإداري لأنه لم يحكم، لكن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقدم للبشرية نظرية إدارية. هل يمكن الكتاب المقدس تعطيني منه بنظرية في الإدارة؟ أنا أعطيك نظرية في الإدارة، بل أعطيك نظام اجتماعي متكامل خارج من القرآن الكريم، ولا يوجد في التوراة ولا في الإنجيل أي نظام إداري ولا اجتماعي. بل إن القانون البحري الذي يطبق في أوروبا متاخد من المسلمين من منهج الإمام أبو حنيفة النعمان. القانون البحري، أحدثك الآن على ما في أوروبا، القانون البحري من اقتصاد، تجارة، تؤسس على الإسلام، وزارات كاملة في الحكم والإدارة والتنظيم. لا يمكن إلا أن يكون عند الله الذي أراد لهذه الكرة الأرضية أن تكون متكاملة، كما أنك أنا وأنت لا يمكن أن أترك بيتي بدون نظام، فلا يعقل أن الله يترك البشرية بدون نظام. فكيف استطاع محمد بن عبد الله العربي الفقير في البيئة الصحراوية القاحلة أن يأتي بنظام إداري واقتصادي وسياسي واجتماعي متكامل غير موجود قبل ذلك؟ غير موجود. وادخل اعطيني اكتب كده في اي موقع للبحث النظرية الاقتصادية في الانجيل، لن تجد. النظرية الاقتصادية في التوراة لن تجد، بينما تجد النظرية الاقتصادية في الاسلام. طب النظرية الاجتماعية، مقدمة علم الاجتماع كاملا هو علم مسلم، علم الاجتماع من الالف للياء علم مسلم كامل. بل ان العرب في علم الجبر اخترعوا علم الجبر، فهناك النظريات التي أسست عليها الاقتصاد والحسابات وما إلى آخره نظريات مسلمة لن يكن لها أساس أبدا، وكلها مستقاة من القرآن الكريم، يعني طلع من هذا الكتاب العجيب. فمن أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب اللي ملوش مثيل قبل كده ولا يوجد في التوراة والإنجيل؟ في أي شيء نتقاطع في بعض الأمور، بينما الإسلام نظرية كاملة بالنسبة للبشر واضحة لم تترك ذرة على الأرض. هذه نقطة. والإسلام في نفس الوقت دين، خلي بالك، غير النظرية، تتكلم على إنه دين ومنهج متكامل. الدين الوحيد الذي يوحد بين هدف ومقصد العبد الإسلام فقط. لا يوجد دين يوحد بين هدفك ومقصدك إلا القرآن الكريم والإسلام العظيم الذي يوحد الهدف مع المقصد. ودي لا يمكن، لو قلبت كل ديانات الأرض وكل حضارات البشرية لن تجد إنسان يتحد هدفه مع مقصده إلا المسلم فقط. وأقولها بكل عزة، وهذا وقت يجوز في العزة في الإسلام، أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يجعل المسلم يتحد هدفه مع مقصده. فالإنسان المسلم الذي يكون في داخله توازن نفسي، يقول القرآن الكريم إن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الإسلام هو الدين الوحيد الذي ينظم لك حتى داخليا هدفك في عبادة ربنا سبحانه وتعالى وتغيثك مع الدنيا فقط. هو الدين الوحيد الذي يجعل من سلوكك في العمل والإنتاج وأن تعمر الأرض وأن تستخلف فيها يتناسب تماما مع مقصدك. بينما تجد الناس الأخرى إما تكون عابد في كنيسة وتهجر الدنيا، يا إما زاهد
يا إما إنسان عادي. بينما الإسلام يحول الزاهد إلى منتج، فتجد العامل واقف على المكنة أو الفلاح اللي في الأرض هو العابد اللي موجود عند المسيحي جوه الكنيسة، عشان يصل إلى درجة عالية من الارتقاء النفسي والتقرب من الله ينبغي أن ينفصل عن البشرية. الإسلام يرفض. فتجد الصحابة رهبان الليل وفرسان بالنهار، مش موجودة إلا في الإسلام بس. بينما في اليهودية لازم يكون حبر من الأحبار، في المسيحية ما تتجوزش وتبقى راهب، الإسلام لا. وهذا هو اتحاد الهدف مع المقصد. الإسلام يجعل الإنسان متوازن، بل إن الأمراض النفسية والعلاج النفسية لا توجد في الإسلام، لأن الذي خلق النفس وسواها هو الله سبحانه وتعالى، جعل لها العلاج في القرآن الكريم. أنتم لا يوجد عندكم أبدا أي منهج نفسي ولا أي حاجة منه.